بسم الله الرحمن الرحيم. Categories of shapes. The two-dimensional shapes. أخدنا الشيبس قبل كده. أول شيب عندي هو التراينجل، هو اللي consists of 3 sides، بيتكون من 3 sides. ما ينفعش أعمل أي شيب بالمناسبة يكون أقل من 3 sides، يعني 2 sides ما يعملوليش أي شيب. جرب كده أرسم 2 sides مش هيقفلوا لي 1 شيب. يبقى أقل number of sides هو 3 sides اللي يعملوا لي شيب، وده اسمه triangle. يبقى لو عندي 3 sides أكيد هيبقى عندي 3 vertices، دايما النمبر اوف sides قد النمبر اوف vertices. طب لو كانوا 4 sides بنسميه quadrilateral. كلمة quad باللاتيني معناها 4، يبقى quadrilateral هو الشيب اللي فيه 4 sides. أي شيب بيتكون من 4 sides أقدر أسميه quadrilateral. زي إيه؟ زي الشيبس اللي قدامي: square، rectangle، rhombus، parallelogram، trapezium. كل الشيبس دي بتتكون من 4 sides. اقدر اسمي اي واحد فيهم quadrilateral. يبقى السكوير هو quadrilateral، شيب من 4 sides. اوكي. والترابيزيوم هو كواد، بيتكون من 4 sides، يبقى هو quadrilateral. هندرس واحد واحد فيهم بالتفصيل. الترابيزيوم او الترابازويد، قلت ده او قلت ده، الاتنين صح. بيتكون من كام سايد؟ 4. وكام فيرتسيز؟ 4. طب كام بير اوف parallel sides؟ هلاقي اللي فوق باراليل اللي تحت، التو لاينز اللي فوق واللي تحت باراليل بعض، يبقى ده اسمه one pair. pair يعني زوج، اتنين. اوكي. طب اليمين باراليل الشمال؟ لا، يبقى هو only one pair of parallel sides. طب بالنسبة للباراليلوجرام، من اسمه كده باراليلوجرام، هلاقي فيه كام pair of parallel sides؟ هلاقي فيه 2. اللي فوق باراليل للي تحت يبقى دي one pair، يمين باراليل اللي شمال، يبقى كده ادي تاني pair of parallel sides. اوكي. طب بالنسبة للنمبر اوف sides، طبعا 4، ما احنا اتفقنا ان هو كواد، واكيد 4 vertices، يبقى في 4 sides وفي 4 vertices بما انه اصلا quadrilateral. بالنسبة للريكتانجل بيتكون من 4 sides و4 vertices اكيد. بالنسبة للسايدز، كل 2 parallel sides او كل 2 sides قصاد بعض parallel، يبقى اللي فوق parallel للي تحت واليمين parallel للشمال، يبقى 2 pair of parallel sides. 2 pairs of parallel sides. اوكي. وفي الفيرتسيز عبارة عن 4 similar vertices كلهم right angles. بالنسبة للرومبس بيتكون من 4 sides و4 vertices، بس السايدز فيهم قد بعض، يبقى ال4 sides equal أو similar sides. زي ما كان الريكتانجل similar vertices، لا الرومبس بقى العكس، السايدز هما اللي قد بعض. وفي كام parallel sides؟ في 2 pairs of parallel sides. يبقى كل انواع الكواد اللي خدناها لحد دلوقتي بيتكونوا من 2 pairs of parallel sides ما عدا الترابازويد هو اللي 1 pair. طب بالنسبة للسكوير هلاقي 4 sides والسايدز كلها قد بعض، 4 vertices والvertices كلهم شبه بعض او زي بعض، كلهم right angles. وكام pair of parallel sides؟ 2 برضو. يبقى عندي 2 pairs of parallel sides، اللي فوق parallel اللي تحت ويمين parallel اللي شمال. اوكي. ده بالنسبة للكواد اللي هو 4 sides. طب لو كان بيتكون من 5 sides يبقى اسمه pentagon. لو اي شيء بيتكون من 5 sides بيبقى pentagon، وطبعا بما ان 5 sides هيبقى 5 vertices. طب لو 6 بيبقى اسمه hexagon، واكيد 6 sides يبقى اكيد 6 vertices. والفيرتكس هي البوينت اوف انترسكشن بين التو لاينز، يعني التو سايدز بيتقابلوا مع بعض في بوينت، دي بنسميها فيرتكس. لو 7 هيبقى هيبتاجون، 7 سايدز طبعا و7 فيرتسيز. ولو 8 هيبقى اوكتاجون، 8 سايدز و8 فيرتسيز. فيرتسيز جمع فيرتكس، وفيرتكس هي البوينت اللي هي سايد بيقابل سايد في بوينت، دي بنسميها فيرتكس. اخر حاجه لو ما عنديش سايدز، يعني ايه ما عنديش سايد؟ السايد هو اللاين، انا ما عنديش هنا لاين، انا عندي كيرفد لاين، يبقى السيركل ما فيهاش اي سايدز ولا اي فيرتسيز. هناخد بقى تايبس اوف انجلز. اول نوع عندي الاكيوت انجل.
الاكيوت انجلز اللي هي الانجل الصغيره اللي smaller than 90، اقل من 90. اكبر من زيرو، لان الزيرو دي بنسميها زيرو انجل. اكبر من زيرو واقل من 90 يبقى bigger than زيرو smaller than 90، دي اسمها acute angle. لو كانت 30 تبقى acute، 40 50 لحد ال 80 89. طب لو كانت equal 90 بالظبط يبقى right angle، اللي هي عبارة عن two perpendicular line، two lines عموديين على بعض تعمل لي right angle، ودي الميجر بتاعها 90 degree. يبقى لو كانت 90 بالظبط بنسميها right angle. more than 90 بنسميها obtuse angle، اللي هي أكتر من 90 وأقل من 180. يبقى between 90 to 180 بنسميها obtuse angle. لو كانت 100 120 140 70 170 يعني 179 لحد 180. relations between two straight lines. two straight lines لو اتقابلوا مع بعض بالشكل ده بنسميهم intersecting lines. يبقى لو أي two lines اتقابلوا مع بعض ب any angle except 90 ما عدا 90، يتقابلوا مع بعض بانجل 30 40 50 أي angle بنقول عليهم intersecting lines. intersect يعني متقاطعين، اتقطعوا مع بعض أو اتقابلوا مع بعض بيسموا intersecting lines، عاملين زي المقص كده scissors. اوكي، يبقى اسمهم intersecting lines لو كان الميجر of الانجلز اللي between the two lines less than او any angle يعني except 90. طب لو كانت 90 يبقى بنقولش بقى عليهم intersecting، بنقول perpendicular lines. لو كانت الانجل اللي ما بينهم right angle equal 90 بنسميهم perpendicular. غير ال 90 intersecting وخلاص، اتقابلوا وخلاص، تقاطعوا مع بعض وخلاص بأني انجل، بأي انجل إلا ال 90. 90 بيبقى حاجة سبيشال كده بنسميهم perpendicular line، متعامدين. طب لو مش هيتقابلوا خالص بنسميهم parallel lines، زي شريطين القطر كده ماشيين مع بعض على طول عمرهم ما بيتقاطعوا. يبقى الباراليل لاينز هما النون intersecting lines اللي عمرهم ما بيتقاطعوا، non intersecting. يبقى لو مفيش intersection هيحصل ما بينهم لا دلوقتي ولا بعدين، يبقى two parallel lines هو اللي ما بيحصلش ما بينهم intersection. طب الأسئلة بقى بتيجي لي ازاي في الدرس ده؟ في الدرس ده مثلا يقول لي classify the following according to، قسم لي الأشكال اللي قدامك دي على حسب، وهيبتدي يقول لي بقى parallel lines. يبقى انا هعمل تيبل كده وهكتب في عندي كام parallel line، 1 parallel line ولا 2 parallel lines. نبتدي نشوف اول حاجه السكوير. السكوير فيه 1 parallel line ولا 2؟ اتفقنا ان كل الكواد 2 parallel lines ما عدا الترابازويد. هلاقي اللي فوق parallel تحت في السكوير، واليمين parallel اللي شمال. والباراليلوجرام كمان بما انه اسمه parallelogram يبقى هلاقي فيه 2 pairs of parallel lines مش 1، مش واحد بس. طب التراينجل 3 sides ما بيتقابلوش مع بعض، ما بيبقاش باراليل خالص، ال 3 sides متقاطعين فما ايه، ما فيهمش باراليل لاينز خالص، يبقى زيرو باراليل لاينز، فانا مش هحطه ولا هنا ولا هنا. الرومبس 2 pairs of parallel lines. اتفقنا كل الكواد ما عدا الترابازويد، اهو الترابازويد حطيته فين؟ في ال 1 pair of parallel lines. هلاقي اللي فوق باراليل اللي تحت، ويمين مش باراليل شمال، فهو ده الوحيد. الريكتانجل هلاقيه برضو 2 pairs of parallel sides. يبقى كل الكواد حطيتهم في 2 pairs of parallel lines ما عدا الترابازويد، والتراينجل طبعا ما فيهوش ولا سايد باراليل للتاني. طب هنا بيقول لي classify according to ايه بقى؟ types of angles، نوع الانجلز. لسه واخدين نوع الانجلز، يا acute يا right يا obtuse. هنا هو بيقول لي قسمهم لي acute او obtuse. طب هنبص على اول حاجه اللي هو البنتاجون. بص لي كده على انجل فيهم، هم عباره عن 5 انجلز. بص كده على كل الانجلز هلاقيهم كلهم كبار، يبقى كلهم obtuse angles. يبقى انا هحط البنتاجون كله في الناحيه بتاعه الاوبتيوس انجل. طب بص لي كده على السكوير هلاقيه رايت انجل. انا عندي acute يا obtuse، فانا مش هحطه ولا في الاكيوت ولا في الاوبتيوس. بالنسبه للباراليلوجرام
بصي لي كده على البارالوجرام، يا ترى ده يتحط في الاكيوت انجلز، في اكيوت انجلز ولا فيه اوبتيوس انجلز؟ هلاقي ايه؟ هلاقي فيه تو انجلز صغيرين اهم، صح؟ اللي ناحيه الشمال دول. اوكي، هحطه في كده في الاكيوت انجلز. طب الناحيه التانية، بص كده على التو انجلز اللي باللون الاحمر دول اوبتيوس انجلز، فعشان كده هحطه في الناحيتين. هو في تو اكيوت انجلز وفي تو اوبتيوس انجلز، فانا هحطه في الاتنين. التراينجل اللي قدامي ده كل الانجلز اللي فيه صغيره اكيوت، فانا هحط التراينجل كله في الاكيوت انجلز بس. طب نبص على الرومبس، هلاقي فيه تو انجلز صغيرين اكيوت وفي تو انجلز كبار اوبتيوس، فانا هحطه في الناحيتين. هو فيه تو اكيوت انجلز وفي تو اوبتيوس انجل. طب بالنسبه للترابازويد، بصيلي على الانجلز اللي تحت صغيرين نوعهم اكيوت، يبقى انا احطه في الاكيوت انجلز. طب التو انجلز اللي فوق اللي باللون الاحمر دول كبار يعني اوبتيوس انجلز، فانا احطه في الايه؟ في الاوبتيوس انجل. طيب الهيكساجون اللي قدامي، ملاحظه ان كل الانجلز اللي فيه كبار اوبتيوس، فانا احطه في الاوبتيوس انجلز. وطبعا الريكتانجل رايت انجل يعني ما فيهوش ولا اكيوت ولا اوبتيوس انجل. هنا بيقول لي classify according to perpendicular lines. يعني ايه perpendicular؟ عموديين، يعني يعملوا لي right angles. if دول في right angles، السكوير طبعا البنتاجون ما فيهوش right angles، يبقى السكوير، البارالوجرام لا، تراينجل لا، رومبس لا، ترابازويد لا، هيكساجون لا، يبقى الريكتانجل كمان فيه perpendicular lines. اوكي، يبقى هلاقي السكوير والريكتانجل هما اللي فيهم perpendicular lines بس.